للاقوياء الرجاله اللي ما بينهاروش، اللي ممكن ما يقعدوش ما يتامروش على الفريق، يقدروا يلبسوا فانيلا. هم النادي الاسماعيلي دي الفتره اللي جايه، اللي مش قد كده هيبقى واحد. ايمن العرب مطرب. يرى البعض ان كابتن طارق يحيى بيتاخر في تشكيل الفريق رغم ان هو المفروض انه يختار اللعيبه الجاهزه. تمام. الكابتن طارق يحيى انا قعدت معاه وانا عارف هو عمل كده ليه، عارف هو عمل كده ليه في الفتره الاخرانيه في نهايه الماتش اللي فات، وهقول لك ليه. لكن هو دلوقتي لما يبقى واحد، انا لما سالته ايه اللي حصل في الفريق قال لي انا جيت لقيت بعض اللعيبه نفسيا منهاره، عندهم كوره بس ريكاردو كان بيحبوا يكره، فشايل 5 6 ما بيدهمش، ما بيسالش فيهم، و4 5 بيتعامل معاهم وبيديهم على طول سواء النادي بيكسب او بيخسر. فهو عمل فريق وقال لي انا عايز 2 فراوده جبتهم له، فجاه راح منه الفريق الاساسي ومحمود عبد العزيز، اصابه كبيره هزوه اتهز، فبقى بيجرب، بس بيجرب تحت النار، ماتش كل 3 ايام احط محمد فتحي، عدى محمد فتحي هوبا الاقي عمر الوحش كسر، هوبا الاقي محمد فتحي عنده 3 انذارات، هوبا الاقي السوليه دلوقتي عنده 3 انذارات. فيعمل ايه في الماتش الاخير؟ الماتش الاخير هو الماتش كان ماشي كويس لغايه 8 دقايق لما جه فينا جون، فالماتش كهرب. فليه بقى غير في الدقيقه الاخرانيه ولا كان احمد سمير فرج؟ لانه توقع ان في حوالين المنطقه الخطره دي في فاولات كبيره كتير قوي، فقال لك الحق انزله في الدقيقه او الاثنين دول لو في فاول يشوط، لانه ممتاز بالشوط بيتميز بالشوط، فحاول ينزله في الباقي الثاني. عمر وحش قال له انا عنده ضلع مكسور هنا بيلعب، فقال له انا مش قادر امشي، بس قال الكلام ده امتى؟ في الدقيقه مثلا 82 83. هل يسيبه عشان يقول ان انا مش عايز امارس؟ لا، ما سابوش، طلعه وبدله ده الجيل الثاني، كان تكتيكي عشان ينزل يشوط الفاولات احمد سمير فرج اللي حوالين منطقه الجزيره. برحب بيك الاول وانت بينا موجود، برحب بيك.